لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإشكالية اللي حصلت بين داخل منتخب العراق، هاي هسه حاليا صار يومين، البارحة واليوم، البارحة تقريبا واليوم. آه، قبت مشاكل هواي بالمنتخب، وأنا متأكد إن أساس هاي المشاكل هو الإعلام. الإعلام العراقي دائما ما يبدأ بنفخ قلب المنتخب منشوراته، يعني نباوع جميع الإعلاميين باقي المنتخبات نشوفهم آه، يوحدون المنتخب، ما يسألون أسئلة تحاول تفرق بين المنتخب والكادر التدريب واللاعبين المغترب والمحلي، بس عندنا منتخبنا هاي الأشياء. يعني هسه أنا أباوع شنو الغاية من سؤالك أنت؟ مقعد دانيال السعيد، شنو الغاية من عندك؟ أنت سؤالك الغاية من عندك الغاية من عندك يعني احنا خسرانين حتى تقول والله ها كان المفروض ينزل دانيال السعيد حتى نكسب المباراة؟ لو الغاية من عنده بأن تأجج الوضع وتأزمه. مدرب يعرف خياراته، يعرف شلون يختار اللاعبين في المباريات المناسبة. يعني أنت تريد تكشف، أو المدرب يعني برأيك المدرب هي ساذج يكشف أوراقه كلها من أول لعبة؟ مستحيل. أنا متأكد أن المدرب ضام أوراقه، وما حد يعرف استراتيجيته بالعمل، وما حد يعرف شلون راح يتعامل مع كل مباراة. نعرف احنا كنا بالنكاسات كل مباراة يتعامل معاها بمعاملة تختلف عن الثانية، وتقريبا أغلبية المشجعين واعيين يعرفون بأن هاي نقطة من نقاط كافة، واستراتيجية من استراتيجياته. طيب زين، هسه حاليا يعني يجون الإعلاميين، أبغى من البارحة الإعلاميين يعني مو هيك. يعني انت بدل ما دام تهدئ الاوضاع وتقرب الصفوف بين اللاعبين وتبعد كل الخلافات وتآزر منتخبك بهيك بطولة مهمة، تحكي والله أنا دانيال السعيد أطلب مغادرته، والوقت الثاني والله كأس آسيا لو يجيبها دانيال السعيد أنا ما أريده. أنت بصفتك شنو تقرر؟ نرجع لحالتي. في حال بقاء دانيال السعيد، ما حد إلى الحق يتدخل. اللاعب وافق باني مثل المنتخب مثلا وبقى بالبعثه، خلاص قرار مدرب هذا. وان المدرب ما راده وقال انا ما اريده، هم من حق المدرب. انت مرت المدرب مهمه، ورا ما تخلص مهمته تعال انتقد المدرب وقول هيك وهيك وهيك سوى. انت لا تصير ابو العريف وتجي تقرا براسي المستقبل وتقول ها والله راح نخسر من ورا لأن جاب العطلات. يا اخي مو وقتها، ابد مو وقت، ابد مو وقت انت تجي تنتقد منتخبك بهيج وضعيه صعبه، ومع الخصوص وبالخصوص يعني انت مباراتك القادمه ضد اليابان، يعني ايش تترجم من عندهم؟ على كل طبعا انا هاي الحلقه ابد ما كنت يعني ما أردت اصور ومشغول بعمل، بس شفت الوضعيه تأزمت كلش، بدت يعني وضعيه كلش مأساويه. على كل حال، ان كان دانيال السعيد باقي فمكانه موجود بالمنتخب، وهذا الشيء يرجع للمدرب. وإن كان دانيال السعيد غادر فشي خصه، ونحترم قرارات المدرب إن بقى وإن ما رغب بيه بعد بالمنتخب. زين، نرجع في الفقرة الثانية. آه لحد الآن يقول ها يونس محمود هو اللي يأثر على المدرب، وحتى رجال يتدخل بالمنتخب وبتشكيلة المنتخب ويأثر على التشكيلة. لازم نكون يوحدة ونآزر المنتخب، ونكون نسكت أي صوت نشاز يحاول تفريق بين المنتخب. خلونا ايد وحدة. الوقت مو وقت انتقاد، الوقت وقت تشجيع، وقت مساند للمنتخب. أي لاعب يخرج هو حر الاختيار، اللاعبين يبقى عسى ما يبقون 11 لاعب. احنا المهم نآزرهم ونشجعهم ورا البطولة لكل حادث حديث. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا.
حاليا مثل ما قلت لكم دانيال السعيد لحد الآن ما مغادر المنتخب. لحد الآن دانيال السعيد باقي، وأكو أخبار تقول بأن هو داخل داخل صندوق اليوم، يوم راح أوضه، وإن شاء الله يكون دانيال سعيد. نعم دانيال سعيد لاعب مؤثر، ولكن متعودين على هاي الإشكالات دائما بكل بطولة. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا، وراح نسانده بكل ظروفه. آه، وهسه المهم من عندنا احنا كمشجعين، قلت لكم لازم نسكت الأصوات اللي تحاول التفريق والتشتيت بين المنتخب. خلوكم جمهور واعي، وخلونا نساند المنتخب، وإن شاء الله آه، راح يكون رد المنتخب، لأن هو باقي إيد وحدة، وباقي يلعب كفريق واحد، وروح معنوية عالية. إن شاء الله الفوز على اليابان، ونتصدر مجموعة إن شاء الله. خلوكم ويا المنتخب، العراق يستاهل. في أمان الله. لا تنسوا الاشتراك والدعم ليصلكم جديد.